الفل. اتفضل يا سيدي. ألف هنا وشفا. عينيا حاضر. يلا يا دنجل. خد يا حبيبي اتلحلح شوية خلينا نشوف شغلنا. ما تمشينا يا ابو فريد انا مستعجل. يا سيدي عينيا يعني مستعجل يا عبد الوهاب يا اخويا. خد يا بيه. اتفضل يا سيدي. بالهنا والشفا. صراحة فينا في الناس محتاج. وانا خدت عاوز حاجة؟ اديله السندوتش بتاعه يا حريق. اديله. فين الاخر؟ يا مرة ما تقعش جبتك على الناس. تعال نقول. خد يا عم. اعمل ايه يا ابني؟ بعد ما خلصوا. اعملي له ايه يا ابو فريدة؟ حاضر يا سي حنفي. تعالى طول ونتكلم عليه. احنا صغار غير. خد زبد. عشان سوريالي. ليه بقى؟ خلاص سيبك. إذا معايا والنبي يا سي هيا. أهو من يوم ما مات المرحوم جوزي وأنا وشي في وش العالم الزغابة اللي من الأشكال دي. قلت لك اقعدي في البيت وخلي الشغالة يدوروا محل. يا سي حنفي دول جرات يشفطوني. خد يا حلوة. انت شايف الحمل تقيل عليك اليومين دول. معلش يا سيدي لحد ما فريدة بس تخلص من الجامعة وبعد كده يحلها المحلات. حارت يا ماما. صباح الخير. صباح النور على عيونك يا روح ماما. ازيك يا عم حنفي؟ حبيبي المهم انت عامله ايه في الجامعة؟ أنا كويسة جدا. ما أنا رايحة دلوقتي. بدري كده يا حبيبتي. أصل يا ماما النهاردة في محاضرة مهمة جدا. اتكلي على الله. طب يا حبيبتي كل ده وأنت ماشية في السكة. نسي يا ماما مش عاوزة حاجة؟ تسلمي يا حبيبتي تسلمي يا حاجة ماما. جميل يا حلوة. الحق يا سي حنفي عربية التمثيل. سلام من ايه؟ انت كذا مرة توعديني انك هتقابليني بمامتك ولغاية دلوقتي ما حصلش. معلش يا احمد، اصل ماما تعبانه شويه. سلامتها مالها؟ الكونسلت اللي جبناه لها قال انها بترهق نفسها زياده عن اللزوم. وليه كده؟ اي من يوم المرحوم بابا ما مات وهي شايله كل حاجه على دماغها. امال وكيل اعمالها ده بيعمل ايه؟ مفيش فايده في ماما دي، لازم تباشر كل حاجه بنفسها. انا من رايي انها تسافر بره وتغير حاجه. ما هو طاهر بيه عمي. عارف قلت لي عليه قبل كده. عايزينها في اسطنبول عشان تقعد معايا يومين هناك في القصر بتاعه، بس هي ما رضيتش ابدا. خساره. اصل الجو اللي هناك بيفكرها بجو اسبانيا. هي راحت اسبانيا كمان؟ امال مش راحت مع المرحوم والدي لما كان سفير هناك؟ انا من بره كانها ما سافرتش، عشان لما يرجع بابا من بره هيروح يقابلها. مين؟ بابا لما هيرجع من بره هيروح عندكم في السرايا عشان يقابل الهانم والدتك. نور 9. نور البيبي اللي عندك ده بس كويس كده. جاهزين يا استاذ حسام؟ سكوت من فضلكم هنصور. اتفضل يا استاذ حسام. الصوت جاهز؟ جاهز. يلا يا حلمي خش في الكاميرا شاريو. خلي بالك يا سامي هنصور. خش كلاكيت. اتفضل يا استاذ. العيله سعيده 24 واحد اول مره. اكشن. لا 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 انت بتعمل ايه تاني؟ معايا الصفات. بسريل اللي بان عندي. طيب يا عماد ما تطلعش فوق قوي. البسريل واللمبات بيبانوا. انزل درجه. ديكور. نعم يا استاذ. ركبوا لنا السقف اضمن. ساميه عماد استريح شويه. نادية ميرسي. مكياج ميرسي. لا بشويش عشان راكور وحياتك. ميرسي. وريني تسمح. يلا خش بالكاميرا قدام تاني. يلا يا ساميه عماد اطلع مطرحك. سكوت من فضلكم هنصور. كلاكيت. اتفضل. 24 واحد تاني مره. اكشن. عادل عدولة. انت فين؟ الله انت بتعمل ايه تاني عندك؟ معايا الستاره. كارت. كويس قوي. ديكور. يلا شيلوا السقف. الكاميرا الصغيره فوق البسريل. حاضر يا استاذ. يلا
عماد هتبتدي بكلمه بغير الستاره. حاضر يا استاذ حسام. وانت يا سمسم هتطلعي له على السلم، تحاولي تاخدي منه الستاره. هيعصلك معاكي، تحاولي توقعيه، بس اوعي توقعيه بجد. لا الحكايه فيها هزار يفتح الله مش لاعب. ما تخافش يا عماد. يلا اتفضلوا هنصور. كلاكات اتفضل. 24/2 اول مره. غير الستاره. انت مش لسه مغيرها امبارح؟ وفيها ايه؟ تغيير؟ تجديد؟ انت كل ساعه والتانيه تشقلب لي في البيت. انا بخش الشقه دي بحس نفسي ان انا غريبه عنها. تسمح تنزل؟ مش نازل غير لما اركب الستاير. مفيش حاجه هتتركب. بقول لك انزل من فضلك. وانا مش نازل. عادل ما تنرفزنيش. سميحه ما تطلعيش ضربيني. ده طيب. عارف. هاي دوبلير فين؟ موجود يا استاذ. يلا يا حنفي. قوم على البم، حنفي البم وصل معاك. صباح الخير يا استاذ عماد. صباح النور. تحت امرك يا استاذ. اقف مطرحك، قصدك مطرحه. حاضر. صباح الخير يا هاني. اهلا. ايوه جاهزين يا فندم. خلي بالك يا حنفي، ما تجيبش وشك ناحيه الكاميرا، مش عايز الجمهور يلاحظ الفرق. ولا نجري. جاهز يا حنفي؟ اتكل على الله يا استاذ. كلاكيت اتفضل. 24/3 اول مره. اكشن. كده اهو. طيب. هاي هاي يا استاذ عماد. سليمه يا حنفي. ما تخافش عليها يا استاذ عماد، ده انا عظمي حديد وصلب. شاكرين يا جماعه. النهارده فرقش، اوردرنا بكره الساعه 2 يا جماعه. ابو زيد بسلامه. دخل الكاميرا. المفروض انها حضر خساره كبيره، تجيب له الكومبارس بتوع كل مره هرجعهم لك تاني. اطمن يا استاذ اطمن. احنا واقفين يا اخوانا، ما حدش يتاخر والله. باذن الله. حضرته مش عايز الكومبارس بتوع كل مره، يعني اجيب له غيرهم منين؟ الكومبارس بيشتغلوا في السينما هم من 30 سنه. بتبرطم بتقول ايه؟ وكل العيال الجداد عايزين يبقوا نجوم مره واحده، يعني اضرب الارض تطلع كومبارس. نمشي يا اخوانا، اتكل على الله. ايوه السيرفر يا لذيذ وطارق يا سلام. زق يا ابني. خليني ضايع الفكر صحيح. يا راجل يا باشا. ما مش معقول راجل تعبان هيموت يا. حسن الحريقة حاضر. يعيش حسن الحريقة. فين الرجالة الجدعان اللي هنا؟ هو الواد ده كله بيجي يشرب بسخس بنت ويجي يعمل الغاغه دي هنا، محدش مالي عينه، اما لو كان دق على دماغه من الاول ما كانش اتفرحن كده. فينك يا ابو زيد تهدي المفتري؟ وبعدين بقى خلاص مفيش رجالة. أنا بقول رجالة مش نسوان. يا بنت عالي ده من الحريقة. يا بنت ما تسيب الناس في حالها وخليك ظريف. هو يعني أنت الأفوكادو بتاع المنطقة دي؟ بقول لك خليك ظريف. وأنت مالك؟ يا جدع استنى الوكيل. يا جدع أنت اديله ايوه اديله كمان. شايف يا سي عبد العليم؟ اكيد ابو زيد كان بيعمل كده. مش تقول لي الزناتي بتاعك يا معلم؟ الزناتي كان بطل على ابو زيد يا معلم. وبعدين يا ست سلية، ايه الحكاية؟ بنت من الفرح يا اختي. ايه اللي حصل يا ست سلية؟ اصل سحابة اليوم على حسب الحريقة. فين الجدعان دي؟ وش هقول بقى أنا. دي جدعانة سيبونا الطالب يا اهلا عشت. قول لي يا سحانه بذمتك كده، بذمتك مش الزناتي اجدع من ابو زيد الهلالي؟ يا جماعه انتوا لسه ما خلصتوش من الحكايه دي. نخلص بس ازاي يا سحانفي؟ هو الحديث عن ابو زيد يخلص ابدا؟ ايوه الزناتي ضرب ابو زيد جابوا الارض. لا
بسمع بقى يا سي عبد العليم، انت بتتكلم على قدك، ينفض الشركه كل واحد ياخد حصته في القهوه وتنه ماشي. يا جماعه ما وصلش الدرجه دي. ما حاجه منين يا سي حنفي؟ بقى معقول برضه ان الزنات يغلب ابو زيد؟ يا دهوتي الحقوني يا اخواتي، الجدار يا دهوتي يا حبيبتي الحقوني يا اخواتي. يا بنتي يا بنتي ودي لما انا اخد فيكي يا ناس الحقوا بنتي يا اخواتي. مش عايزه تفتح على قومي صوتي. مش ده اللي مخليني اصرف. امال ايه؟ اصلها خدت معاها علبه اسبرين بحله. تعمل ايه؟ عايزه تموت نفسها يا اخواتي يا اخواتي. ما تعمليش نفسك كده بس. معلش كله خير. كله خير. يا فريده انا حنفي. افتحي عايز اقول لك كلمتين. مش فاتحه وكسرت الباب حرمي نفسي من الشباك. مفيش لزوم يا ست ثانية. ضيعتيها يا اختي زي ما عصبتي عمر ابوها من بدري. ايه دي يا ست ثانية؟ يا اختي بلا خيبه كده، وحياه النبي لو كان اتجوزك كان مات وهو قاعد جنبك في الكوشه. ما يصحش يا ست أمينة. بعدين لو كانت بنتي مش كنت حطيتها في عينيا من جوه؟ مش وقته يا ست ثانية. انا عارفه انك موقوسه ومهوره عشان ما عبركيش انت واتجوزني انا. سحبتيله ده كان قالي فتحتي مع ابويا قبل ما يموت. بس وليه انت وهي؟ البنت هتموت وراح ابوها هتتريقوا بعض. هتموت يا اخويا هتموت. جبت لك الجرابتين اللي كنت قلت عليهم يا ام شلبي. دي فريده عندي زي بنتي واكتر شويه. عندي طلبيه مناديل انما ايه على مزاجك هحط منهم اتنين. سامع الولاء يا سي حنفي، ده وقت بيع والشراء يا اخواتي والبنت هتموت في ايدي. انجدها يا سي حنفي. الحقها يا سي حنفي. ابوس راسك يا سي حنفي. ابوس ايدك يا سي حنفي. بنتك انت حرة فيها وانا مالي ومالك. ايه معروف. وش انا بالزنات انت تكلمها. يا حنفي كلمه منك ترجعها برضه. يا سلام. يا فيك يا سحابة. الامل اللي احيا بنوره عمره ما يبعد يوم يوم. ممكن ادخل؟ هات الصوره دي، هاتها بقول لك. عندك زوره بنت؟ انا مش بنت، امال ايه قومي؟ انا ست ولازم تفهم كده. كل الموجودين هنا يفهموا كده. وهو كمان فاهم كده؟ هو مين؟ في الوقت اللي في الصوره ده احمد. احمد سيدي احمد. ايه اللي بينكم؟ احنا متفقين على الجواز. وليه ما جاش يطلبك من امك؟ ما هي دي المصيبه. انا مش فاهم حاجه. استحاله فيه. فريده موتت روحها. لسه شويه. قولي لي حصل حاجه بينك وبينه؟ احمد انبل واشرف انسان شفته في حياتي. امال عايزه تموتي نفسك ليه؟ اصل بابا هيجي يخطبني بعد يومين. تقومي بدل ما تشربي شربات تشربي اسبرين. ده الحل الوحيد لمشكلتي، انا اموت نفسي. طمني يا سي حنفي طمني. انتوا هتسكتوا ولا ناوي تروح انا كمان؟ بعد الشر يا اخويا خد راحتك. ما عرفتيه ازاي؟ كان زميلي في الجامعه واتخرج السنه اللي فاتت ودلوقتي بيشتغل مهندس زراعي، لكن بابا مستشار كبير جدا في شركه في برلين. طب ما دي حاجه عظيمه. دي هي دي المصيبه. لا حول الله يا رب. اصل فاهم اني من عيله كبيره زيه واننا عايشين في سرايا فخمه ليها جنينه وفسقيه. الستر احسن سرايا في الدنيا. اصل في مصيبه اكبر من كده. ايه كمان؟ قلت له اشتريتي ترمايه. يا ريت. كل حاجه كنت بقولها له كان بيبعتها لابوه في الجوابات. وبعدين؟ مش عارفه اعمل ايه. هو هيجي بعد يومين وهيعرف الحقيقه. اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ ولا يهمك، خلي عمك حنفي يتصرف. الاقي فين ساعه بتاعك ده؟ يا باشمهندس الافندي عاوز يقابلك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. محسوبك حنفي البم. اهلا وسهلا استاذ بم. بم. انا جاي لك من طرف فريده. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شرفت يا استاذ بم. فرصه سعيده جدا افندم. هما كلمتين عايز اقولهم لك. اتفضل. فريده فهمتني انه ابوك جاي يطلبها. حضرتك تبقى قريبها؟ من حته حته ايه؟ ساكنين في حاره واحده يعني. حاره؟
سيادتك بتتكلم عن فريده مين؟ بنت المعلم مدبولي بتاع الفول والطعميه. لا سيادتك بقى تبقى غلطان. اللي اعرفها انا من عيله تانية. ايوه عارف، من عيله كبيره وعايشين في سرايا ليها جنينه، وكل يوم خميس العيله بتتجمع والست فريده بتلعب لهم على البيانو، مش كده؟ وعرفت الحاجات دي منين؟ هي قالت لي على كل حاجه، بس المشكله انه فريده ابوها كان طعمجي، ولما مات امها وقفت في المحل ولحد دلوقتي بتشتغل فيه. يعني بصراحه حماتك طعمجيه. ايه اللي بتقوله ده؟ فريده ما كانتش عارفه ازاي تفهمك، واديك عرفت. ايه رايك بقى؟ رايي في ايه؟ هتتجوزها ولا هتتمحك؟ انت مجنون؟ انا اتجوز واحده بالشكل ده؟ ما احنا كلنا ولاد ادم وحواء. ما بلاش كلام فارغ. ما تزعليش، انا جاي اقدم لك خدمه انت وهي، وانا مالي. ما تخليهاش توريني وشها تاني. افتكر بعد ما باعت وشفت ده مفيش داعي تفكري فيه. لا عمري ما اهتميت بيه. اما كنت عايزه تموتي نفسك ليه يا ضنايا بس؟ حتى دمه تقيل. مش هترجعي تتمحكي وتقولي دمه شربات؟ كفايه بقى يا حنفي. الحمد لله اللي جت على كده كل واحد راح لحق الثاني. تأمينة ومين عايزه في ساعه زي دي الدلعه دي؟ انا احمد. هو حضرتك ايه اللي جابك في ساعه زي دي؟ هي بنت الناس لعبه، انت فاكرنا مين يا الدلعه دي؟ ما يصحش يا ماما، ده برضه في بيتنا. اتفضل يا حبيبي. يتفضل يروح فين يا اختي؟ هو معقول يخش بيت ناس فقرا زينا؟ اصلنا مش قد المقام. انا اسف لو كنت جيت في ميعاد غير مناسب. لا ابدا. كويس انك جيت عشان تتفرج على البيت وتتعرف على ماما اللي فاتحه محل طعميه. مالها الطعميه؟ هي عيب؟ علمت بنته ودخلتها الجامعه زي احسن بنات في البلد. يا فريده حنفي قال على كل حاجه، ما افتكرش في اي حاجه تانية هتتقال. لا في. يا أمينة هانم. هانم جاي يا الدلعه دي، انت جاي معرفني ولا ايه؟ يا ست أمينة. ايوه كده اتعادل امال. أنا جاي أطلب إيد فريدة. بتقول ايه يا اخويا؟ احمد. أيوة يا فريدة. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. مين اللي بيزغرط؟ في بيت مين الفرح يا ست سنية؟ عقبال عندكم يا حبايب فريدة اتخطبت. حاضر، خليكي يا روح امي، خليكي يا ضنايا. ايوه جايه بقى. اهلا بيك. إيه خير يا ست أمينة؟ خير يا اخويا. أنا باشمهندس. معاك حق يا بوب. أنا قلت بيم يا فندم. بيم. كلنا ولاد آدم وحواء. أهلا يا أبو نسب. بس أنا لازم أملص لك ودانك على الكذب اللي كتبتيه. لا يا سي احمد استنى يا اخويا، لما تبقى في عصمتك ابقى اعمل فيها اللي انت عاوزه، مش كده؟ مصيبه. إيه تاني؟ ابوك. تفتكر هيوافق زي ما انت وافقت؟ وما يوافقش ليه؟ تبقى بايخه قوي لو عارف ان احنا كنا بنكذب عليه السنين دي كلها. شفت الكذب بتاعك وصلنا ليه؟ صحيح. هقول له ايه؟ فين جولفتان هاني؟ فين الدكتور عمر؟ وعبد الله باشا عمك اللي قلت لي عليه؟ اجيب العيله دي كلها منين؟ تكوك سايب بعيدا، الجدع المسكين ده هيقول ايه لابوك بعد كده؟ فضحتينا. يعني انتوا كلكم عليا والله هتفصل من البيت بقى. بلاش عرب بقى، خلينا نطلع من المطب ده. ست أمينة. نعم. اتفضلي انت خدي فريدة وناموا، الصباح راح. اتفضل معايا يا عريس. اتفضل يا عريس الغدا، اتفضل. تصبح على خير. مع السلامة يا سي أحمد. اتفضل. مع السلامة. عادي ما نفكر. رومان 32 واحد أول مرة. أكشن.
متاسفه، الظاهر اني غلطت في الشقه. لا يا روحي، دي شقتنا. تاني؟ ايه رايك بذمتك مش اللون ده احسن من القديم؟ كده؟ طيب اهو انا بقى هغير الاتفاق اللي بيني. مش اتفقنا قبل ما نتجوز انك هتبطلي رقص؟ اما تبطل كل يوم والتاني تشقلب لي في البيت. ده بيتي وانا حر فيه، اهندس فيه على كيفي. وده وسطي وانا حره فيه، اخذه على كيفي كده. طيب مش ده اللون اللي عاجبك؟ اتفضل. يلا. حنفي موجود؟ موجود يا استاذ. يا حنفي يا بن، همة شوية يا اخي. حاضر. خد مكانك وادي ظهرك للكاميرا. حاضر. خد شمالك والله يا بنت شوية. حاضر. ايوه كويس قوي. بقى دول. حاضر. جاهزين؟ ايوه اتفضل. ايوه يا فندم. سامية؟ ايوه. خش فلاك. رولن 32/4 اول مرة. داري وشك يا حنفي. اكشن. ابعد من ابويا بقى. هايل يا استاذ عماد. لا دي حاجة بسيطة. مالك يا حنفي؟ مفيش يا استاذ. مش عايزك تقف ساكت كده من غير هزار. ايه؟ متضايق من حاجة؟ الحقيقة ايوه. اقدر اساعدك؟ ما افتكرش. من امتى بتخبي عليا مشاكلك؟ اصلا مش مشكلتي انا. ايه فالزورة دي؟ والله هي تقريبا كده. يبقى نخليها بعيد عن الشغل. انت شغلتك عايزة اعصاب، يعني يبقى كويس لما تقع وتنكسر. البين عمره ما ينكسر. بطل مقاوحة بقى. بيوميتك يا حنفي. ومضي لي هنا. حنفي احسن دلوقتي؟ اصل فاهم ان العيله كبيره زيك واننا عايشين في سرايا فخمه ليها جنينه وفسقيه. وبعدين؟ مش عارفه اعمل ايه. هو هيجي بعد يومين وهيعرف الحقيقه. اعمل ايه بس يا رب اعمل ايه؟
في قلبك؟ لا. خمس سجاير بالمنط. في قلبك؟ لا، هشربهم هنا. بيتك رجعت ازاي؟ ميت بزنبلك؟ في حاجة يا اسطى؟ لا مفيش، بكلم روحي بخرف. ايه ممنوع اخرف؟ ربنا يشفي. اوعى كده جبالها انت راغر، اوعى كده والله العظيم. مصيبة ايه اللي علينا على دماغي ودماغي والله العظيم. البيع؟ لا، للإيجار توا. أنا ساكن هنا. يا دي الحظ المنيل. قولي هو ماله؟ مزودها شوية. برافو انت يا جدع، اللي كان مضايقك سيبهولي اروح. كده انت بتفضل. اعتبره تذكار مني. سلام. ايه عايز تشويش ليه؟ يسند معاه شوية. عشان انا بعرفك. اوعى. انت لازم عملت حاجة وخايف من العسكري. انا؟ انت حرامي وسرقت الراجل ده. ده انت حدق قوي. هو انت برضه؟ والله العظيم ما بعملش. الجر قدامها الاسم. والله العظيم ما بعمل صواب. بيكام ليه فين؟ ايه ليه بيكام؟ ليه بيكام فين ليه؟
شجاع. حاضر. فوق بقى سيبت ركبي. انت اللي ضربتني بالعربيه غصب عني والله. اطلب مني اسعاف حالا. مفيش لزوم، كانت سليمه. ايش عرفك؟ انا اتدغدغت وانت ضيعت مستقبلي. انا طبعا وانا اقدر اشتغل في سيما بعد كده. سيما؟ هو حضرتك مخرج؟ لا. ممثل؟ قال شويه. تمام مال. انا اللي بنضرب بدل البطل. تشرفنا. هو فين؟ مسافر وجاي بعد بكره في طياره الساعه 12 بالليل. هو مين؟ مش بتسأل على صاحب القصر؟ انا بسأل على التليفون. ليه؟ عايز تكلم حد؟ البوليس. اتفضل. ايه؟ بوليس؟ ليه؟ لازم اقول لهم انك ضيعت مستقبلي. فين التليفون؟ لازم هنا. جوز السفرة. نشوف. يمكن هنا. لا 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 لا. هنا اوضه الشاي. نتفرج. انا هطلع اشوف فوق بقى. مفيش فوق غير اوضه النوم. امال البيانو فين؟ ما عندناش. مش مهم. المهم التليفون. في تلفزيون. ينفع؟ انا قلت التليفون. تليفون. اوه. معروف بلاش. ده الواحد بيعرف ان انا عملت حادثه بالعربيه بتاعته هيرفدني. انت السواق بتاعه؟ لا. تحت شويه. فوق شويه. انا وكيل اعمال. وكيل اعمال راجل ساكن في سرايا زي دي ومتنيل متبهدل بالشكل ده. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ المهيه كده. ليه بتاخد كام؟ 12 جنيه. يوميه؟ يوميه ايه تراخر في الشهر. بس وتصور بقى حضرتك بيخلف من العيال 9 وبيتجوز 2 وكل واحدة قاعدة في بابا. واختي تفيدة اتطلقت من جوز عبد السميع وجت قعدت عندي بولادها ال7 والجارة اللي جنبنا غضبانة مع جوزها جت اتضيفت عندي وسحبت وراها عيالها ال6. لا حول الله يا رب. طب تصدق بالله النهارده 6 في الشهر ومش باقي معايا من المهية غير ال50 قرش دي. يا ساتر يا ساتر. اعمل ايه؟ خد اعتبرها سلفة. 5 جنيه. خلي العيال تتصرف على ما تطلع لهم من السجن. لا ابوس ايدك بلاش حكايه السجن دي علشان تبقى تفتح وانت سايق. كنت مستعجل. بقول لك علي بيبعت لي تلغراف بيقول لي انه جاي بعد بكره بطياره الساعه 12. فجيت عشان اوضب له السرايا وانا في السكه. كل ده ماليش دعوه بيه. خبطتني بالعربيه ليه؟ مدهوش بفكر في اكل العيال. لهم ربنا وانت النيابه. انا مستعد اعمل اي حاجه بس بلاش حكايه النيابه دي. اي حاجه؟ اي حاجه. 3 بالله العظيم اي حاجه. مش تقولي لي رايحه فين بس يا ضنايا؟ رايحه اي حته. اي حته يعني ايه؟ يعني تسيبي بيتك وتروحي الشارع؟ شارع ايه يا ماما؟ انا عندي شهاده واقدر اشتغل بيها. امال انت كنت بتعلميني ليه؟ يعني انا كنت بعلمك عشان تفوتيني وتمشي. اخصى عليك يا فريد. وحياتك يا ماما ما تعيطيش. انت طول عمرك شجاعه. فاكره لما المرحوم بابا مات وصممتي انك تنزلي تشتغلي في المحل بداله. وانت مين ماتلك عشان تشتغلي؟ قولي لي بس مين ماتلك؟ ما انا عايشه اهو يا بنتي. انا حالتي غيرك يا حبيبتي. انا ماتلي اجمل حاجه في حياتي. طب يا حبيبتي استني بس سي حنفي لما يجي. وحنفي هيعمل ايه بس في المشكله دي؟ فين المشكله دي؟ الراجل وطلع ابن حلال وقبلك زي ما انت، يبقى فين هي المشكله دي يا اخواتي؟ ونسيتي ابوه اللي فاكرني من عيله كبيره. مدام احمد بيحبك صحيح، ضروري هيحاميلك. ويخسر ابوه؟ لا مش عاوزه احمد يحس اني كنت السبب في انه باع ابوه علشاني. اكيد هيجي يوم عليه ويكرهني. يرضيكي اعيش مع واحد يكرهني يا ماما؟
قطع الحب على سنينه. حب حب. يا ماما انا غلطت غلطه ولازم اتحمل نتيجتها، لازم اتعذب. يمكن العذاب يخليني اعرف قيمه الراجل اللي هتجوزه بعد كده، ويخليني ابقى صريحه معاه. فريد بنتي يا حبيبتي، يهون عليك تشحططي قلبي وراك يا بنتي. معلش يا ماما استحملي عشان خاطري، اصل ما فيش حل الا كده. كده انا ابنك يا حبيبتي. ما تعيطيش مني. شفتوا رجاله؟ شفتوا الزناتي مش بقول لك الزناتي خليفه يكسر. يا شيخ انت يا امان، هو بعد ابو زيد في فوارس يا ظلم. ايه على فين؟ عاوزك بعدين اقول لك. قوم يا عم الجلد. ايه بس نفهم. قوم يا شيخ يحيى. لحظه بس انا بسمع القصه. خلصت القصه تعال. الله ايه ده بقى يا جدعان؟ هو خدوا راح فيهم فين؟ كده ما انت يا ظالم انت مالك؟ الله يا فريده يا بنت الكسي ما تعمليش فمك كده، حرام عليكي ما تخليش الناس تاكل وشي. يا ماما لغايه ما تفوت الازمه وهرجع لك تاني. أزمة إيه وجزمة إيه؟ خليكي عندك هنا، أنا ما عنديش بنات يعملوا كده، هي وكالة من غير بواب. سي حنفي تعالى يا اخويا شوف، الست فريده عايزه تسيب البيت وتخرج. تتفرشي، احنا ما عندناش بنات يتفرشوا. ده الحل الوحيد لمشكلتي. خلصت مشكلتك، حظك زي البومب يا بنت فولجه. ازاي يا اخويا؟ إيه يا أختي؟ يا أخويا اتكلم بقى، يوه أنا ما عنديش سرطان، قول يا سي حنفي. تعال اقعد. انا حسن الحقيقه. فين الرجاله اللي هنا اللي يقفوا قدام حسن الحقيقه؟ شطب بقول لك. مش ممكن. ايه الدلع ده يا بنت انت؟ القصر وجبناهولك. ايه تاني؟ يا سيدي وتشركها بتقول لك مش ممكن، يعني مش ممكن. هي حره متشكر قوي يا انسه. مع السلامه بقى، مع السلامه. ايه اخرس انت. حاضر. مالك يا فريد؟ يا احمد انا كدبت عليك مره والكذبه دي كلفتني كتير، ومش ممكن اسمح لنفسي بكرر الغلطه دي تاني. وعايز نكذب على مين؟ ايوه ازاي عايزه تكذب على ابوك؟ لك اخرس انت. حاضر. ما هو اصلا اسكت. ما هو شوفي بقى، صاحب الشيء موافق، ابوه هو حر فيه. ثم ان الخطوبه مش هتاخد اكتر من 3 ساعات، ده هيوصل الساعه 8، يبقى اكيد هنخلص قبل الساعه 12. طب افرضوا علي بيه وصل قبل كده. مش معقول شركه طيران محترمه تخرب مواعيدها عشان سعاري بتاعك يجي بوظان الحفله يا جاهل. طب افرضوا يعني هنعمل ايه ساعتها؟ جرى يا فريده وانت معانا ولا معاه؟ انا بصراحه مش مطمنه للموضوع ده ابدا يا عم حنفي. ولا انا يا عم حنفي. اهو اتفضلوا بقى يلا من غير ما ترد. وانا يا حنفي يا بنت مستعد ادفع لك كل التعويضات الماليه على الحادثه دي. يا شيخة ليه وانت لاقي تاكل؟ مش لاقي لك ما تهزنيش. الله يا فريده بابا لو عرف الحقيقه ورفض جوازنا هتكون صدمه كبيره قوي عليا. وعليا انا كمان يا احمد. ايه العمل بس يا جماعه؟ وافقي بقى يا ست فريده. ايوه وافي بقى. اقصد ايه؟ اصل بصراحه البنت دي والولد ده صعبوا عليا، حرام يتفرقوا عن بعض. عشان خاطري انا وافقي. ما تكسفيش حامد بيه. ايوه ما تكسفيش حامد بيه. هي خلاص وافت، يلا بينا. انا رجع لك بعد ساعه، بس زي ما قلت لكم ساعه الضوء 12 نتهوى فاهمين. على فين؟ وصلني الاستوديو. ليه عندك شغل النهارده؟ عايز اقابل جماعه هناك ارتب معاهم حفله الخطوبه، ربنا يستر. حط البطن بطيخه صيف وسيبني انا اشتغل. وانت يا فريده؟ نعم. قولي لامك تنبه على الكل يستنوا بعربيه الستيشن. واول ما توصل يحصلوني على متن الملابس، فاهمه؟ ايوه فاهم. دوس يا استاذ، دوس دوس.
فهمت بقى؟ خلاص يا بنت، انا تحت امرك. هتاخد مني كام في البدله؟ يا راجل عيب، هو في حساب بينا؟ المهم تكون مبسوط. انا هجيب لك شويه بدل سموكن، حاجه اكسترا. لا بلاش سموكن، بقت موضه قديمه خالص. وانت يا منفع، انت فهمت انا عايز ايه؟ اطمن وحياتك لا اجيبهم لك كلهم وجوه جديده. المهم شكلهم يكون زواجي. دي حفله كبيره، مش عاوزين فضايح ولا ايه؟ بس ايه ده اللي بتحببونا؟ انت فاكر نفسك في حلقه ذكر؟ ده رأس اللي بتعمله ده؟ لا بقى اسمع يا جدع، انت تتكلم على قدك، احسن 3 بالله العظيم افوتها لك وامشي. جرايه بس يا جماعه في ايه؟ ما تيجي تشوف يا سي فريده. معلش يا معلم عبد العليم، هو ما اسموش كلام ده كمان ده. استحمل شويه عشان خاطري. حاضر يا سي فريده، معلش انكتم عشان خاطري. انكتم يا اخويا عشان خاطرنا. فينك يا ابو زيد تشوف الامم بتتهز؟ هيعمل ايه انا ابو زيد بتاعك ده؟ الله. خلاص بقى يا جماعه، ما تشخطش في حد يا احمد. ما هم مش عايزين يتعلموا يا فريده. معلش اصبر عليهم عشان خاطري يا احمد. حاضر. ميرسي. يلا يا جماعه من الاول. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. انا اتخلعت خلاص. يا جنبي، الواحد لو كان بيعلم كراسي كان في راسك. مش لاعب انا كرسي، انا ده انا معلم قد الدنيا. ويعني انا بقى اللي هفيا؟ لا في ايه تاني بس عشان خاطرنا؟ لا ممكن ابدا. الف ابو زيد يتعمل فيه كده؟ انت لسه بتقول الف ابو زيد. وانا ايه اللي يخليني اقل قيمتي؟ يلا بينا يا معلم ايه يا جماعه في ايه؟ انا يا سيدي زعلانين من احمد عشان شخط فيهم. ما مصلحتهم، عايز اعلمهم الرقص. طب روح استريح انت، روح. بس انا روح، بس روح انت كمان. اتفضل خش في الصف. معلش يا اخويا، تعالى يا معلم عشان خاطرنا. يلا يلا 1 2 1 2. سيبك منهم بقى وخليك معايا. بكره لما تزعل انا اللي هصالحك. مش ممكن هزعل وانا معاك. ولما ترجع من الشغل تلاقيني واقفه في البلكونه مستنياك. بلكونه؟ انا ما عنديش حريم تبص من البلكونات. يعني هتحبسني؟ جوه قلبي لوحدي. مفيش غيرك. بص دي يا حنفي. هارد لك يا استاذ عماد. لو سمعت كلامي واتمرنت معايا كان زمانك بتضرب احسن مني. ما انت عارف الشغل ما بيديش فرصه الواحد يشم نفسه. عندك حق. الحق دي يا حنفي. حلوه. قول لي بقى كنت عايزني في ايه؟ حكايه كده. عايز فلوس؟ معايا. تبقى بتحبه. الحب عمره ما يضايق. امال مالك؟ الموضوع ما فيه ده. حلوه. يظهر ان مشكلتك هتفرج. قول لي بقى ايه الحكايه؟ الحكايه اني عاوز استلف عربيتك. تعمل بيها ايه؟ امي عيانه والدكتور كتب لها في الروشته انها تركب عربيه بشرط تكون مقفوله وكبيره وشيك كده زي عربيتك تمام. اسمع يا حنفي. نعم. تعال اقعد. عندي دور على شعرك حلو قوي. احنا فيه ولا فيه؟ انا بتكلم جد. انت عارف ما بعرفش امثل. ليه؟ شكلك لطيف وبتتكلم كويس. بس اول ما عيني بتيجي في الكاميرا بضرب لخمه. وعلشان كده فضلت انك تديها ظهرك؟ ايوه. يعني انت معترف انك ممثل وحش؟ ايوه. يبقى بقى معايا حق لو ما صدقتش حكايه امك دي. الله. ليه بقى؟ اولا امك ماتت من 2 سنين وانا جيت عزيتك بنفسي. اخص. خليتني دي. ثانيا قلت الكلام وحش وكنت بتمثل.
وما كنتش طبيعي والكلام مش طالع من قلبك. ايه بقى الحكايه؟ ولو قلتها لك تديني العربيه اوعدك. يا سامعين بنقول صلوا على النبي محمد. ايوه مبعوث للخلق رحمه كنز السعاده ملك الاسرار. هذا معلم استقرارنا دي عم تجلى فندم. المحل مغلق لوفاته صاحبه. ايه؟ ايه ده تروبش ده؟ اصل مؤاخذه الخطيب ما كانش فاضي، اما قال لي خد جاهزه السن. ليه تسد زورك ما تبلع ولا تشرب؟ الله امشي نجر قول له اكتب لنا يافطه عدل امال. مرجوع كلام للزنات خليفة أبو سعد فيه وصفه كتير أشعار. ايوه يا بطه ايوه اوصف لنا شويه والنبي اوصف. حاكم بلاد تونس وكل المغاربة هو رئيسهم صاحب الأفكار. ينزل إلى ميدان ويطلب مبارز يقتل عدوه مهما كان جبار. يا تحياتهم يا تناسل. لكن أبو زيد الهلالي سلامة ايوه ماله بقى؟ ما كانش فارس ايه؟ بس كان مكار. وكان جناب الحيلة هو اللي نفعه لأنه ضعيف العزم مثل الفار. ابو زيد طول عمره سبع. الله كان ايه يا معلم ما تخلي الراجل يكمل. دفع له كام عشان يقول الحدوته دي؟ ليه بقى؟ وانت ايه اللي حقك كده؟ ايه من نفسك ده كمان؟ ابو زيد طول عمره سبع معلم الفتوات. يا راجل روح ده كان حته هلفوت لا راح ولا جه. ايه؟ انت هتلبس؟ لا ده احنا هنقفلها ونخلص. هنقفلها نفوت الشركه قفلوها. الله الله الله، هو اخويا الحاره عزلت ولا ايه؟ حنفي حنفي حنف يا حنفي قول لي والله يا اخ شفتش حنفي؟ ولا عايز اشوفه. بعدين بقى في العضله دي بقى ده انا قلت الحرب لما يروح السرايا عشان يتصرف. سراية ايه؟ السرايا اللي فيها الحفله. حفلة ايه؟ الخطوبه. خطوبة مين؟ فريده. هات سيجارة. ايه؟ والسرايا دي تبقى فين بقى؟ الله هما مش يدوك العنوان؟ انت مش بتشتغل معاهم؟ معاهم يا اخي بس العنوان راح مني. طب اسمع انا هقول لك على العنوان وتخف رجلك لحد عنده وتقول له انا ما لقيتش المطلوب. والمطلوب ده يطلع ايه بقى؟ المعازيم اللي عاوز يقول عليهم انهم من عيله فريده. اصل ما لقيتش غير 3 معلمين بلدي و2 ملايات لف والزوات اللي هو طالبهم لاجل الظروف عندهم اوردر النهارده. اوردر؟ فيلم تاني يعني. اوه واخد في وشك ورايح على فين يا عبد المتجلي؟ ارجوك يا ست سامية مستعجل ارجوك. تعالى هنا مستعجل على ايه؟ القهوه قافله. وحياة ابوك يا ست سامية ما تعطلنيش مستعجل. تعالى ما اقول لك. ايوه انا جبت لك الاستاذ المحوج اللي قلت لك عليه. تعالى معايا لما اجيبهولك. بعدين تعالى هنا. بعدين يا اختي ماله معفرط كده ليه؟ صباح الفل يا ست الكل. الصبح يا راجل خلي الحلقه اشرب من قبل الخروف. الله ده انا جايب لك اخبار مهمه. دور انت واخبارك. يا ست عن فريده. مالها فريده يا واد؟ كل شيء بثمنه. انت يا حريقه بقول لك انت الاول تدفعي كام؟ بقول لك اتكلم. الله ما اقول لك تدفعي كام؟ طيب يا سيد ساعة بالكتير يكون كل حاجة عندي. مالك يا ابني عامل كده زي الرهين قرافة؟ كنت عايز بس افكر. عارف الساعة 12 نتنيم نسيب السرايا. يا سي حنفي. نعم تسمع؟ نعم. تحب ازود لك الويسكي ميه؟
اوعى نتفضح. الله، ما هو مفيش الا ازازه واحده والجراد اللي عندك ما يكفيش بحر. مفيش غير ابو العريس اللي هيشرب والباقي يحط لهم كازوزه. زي ما بتعملوا في السيما يعني. ايوه زي ما بنعمل في السينما يعني. حلاوتك. حاضر من عينيا يا سحلة. اسمع بس ما اقول. ايوه تستاهل، خليك عندك بقى. وده عذاب ايه ده بس يا رب؟ ازاي الحال؟ ها؟ ازاي الحال؟ زفت وهباب بعيد عنك. البتاع اللي كبسه على دماغي هتطير لي نافوخي. سيحته يا اخويا سيحته. النبي تقول لهم اعتقوني بقى يا سحنفي. يا ست هانم ده انا عملت المستحيل عشان اسلك لك شعرك ده. شاهد يا سحنفي شاهد؟ يا ست ما اقصدش. معلش، لك عيون فريده. ويعينك انت يا حبيبي. هي فين؟ ها؟ فريده فين؟ في الاوضه الثانيه. في الاوضه الثانيه بتلبس. طب ما انا عارف. حاسب يا شابه، انت بتعمل ايه يا اختي؟ خاطي. ادخل. اللهم صل على النبي. ايه رايك يا حنفي؟ ولسه كمان البلورة ده هيتحط. جنان هياكل منك حته. لو الست شاديه عرفت ان لبست لحد قبل منها مش هتقدر تاخده مني. ما تخافيش، ومين هيقول لها يعني؟ الله، بتاعت مين العربيه دي يا عم حنفي؟ بتاعت العيله اللي هتجيب ابو العريس من المطار. عيله مين؟ عيلتك انت. عيلتي انا؟ امال ممكن تكونوا ساكنين في سرايا زي دي وما يكونش عندكم عربيه زي دي؟ وجبتها منين؟ سلفها لي الاستاذ عماد حمدي. قلت له عندي جماعه قرايبي عاوزين يتفسحوا، والراجل الله يكرم اصله ما رفضش. انا مش عارفه اشكرك ازاي. عيب يا بنت، ده انا عمك حنفي. ربنا يخليك ليا يا عم حنفي. يلا يا عزيزه. ايه حكايه العربيه اللي بره دي؟ عجبتك؟ قوي، بس جبتها منين؟ بعدين. حصل. يلا بينا. مش تفهمني ايه الموضوع؟ مش النهارده بالعشاء يا اخي. عشاء ايه؟ هو ابوك مش هيتعشى معانا؟ وليه تكلف نفسك؟ ابويا بقاله 15 سنه ما بياكلش الا مسلوق. سيبني انا اتصرف. مسلوق؟ ايوه مسلوق. طب اطلع سيبنا نتصرف. وسعيني من هنا شويه. يا اخواني، وانا كان مالي ومال الغلب ده كله؟ شايفه اللي عاملينه؟ هو ده ايه؟ ججارين؟ وبعدين حبست تفشروا وتمعروا وتوديني في داهيه؟ وبعدين معاكي بقى يا ماما، ارجوكي تفوتي الليله دي على خير. خير؟ ابقي قابليني لو شفت خير. انا الحق عليا اللي دلعتك، انا كان لازم اعطي مراتك على ايديا. يا ماما بقى، يعني اسيب لك البيت وامشي؟ والنبي يا دي ملعبي غيرها. يا جماعه بس مالكم؟ است احمد ولا حاجه، اصل العروسه خايفه شويه. صحيح يا فريده؟ خايفه من ايه؟ تعالي يا شباب، تعالي يا اختي تعالي. قولي لي بقى، خايفه من ايه؟ خايفه الحب اللي اتبنى على كدبه ينتهي بكدبه. حبنا مش ممكن ينتهي. مش قادره اصدق. بتشكي فيا؟ بشك في نفسي. لو كنت بحبك كنت قلت لك على حقيقة عيلتي من الأول، لكن كدبت عليك. كنت بتحداك وعايزة أفهمك إني أحسن منك. تفتكر ده حب يا أحمد؟ المهم إني عرفته خلاص. يعني هقدر أساعدك لو تبقي جنبي طول العمر يا أحمد. وهنسيب دول لأولادنا عشان يفتكرونا ويحكوا لبعض حكاية حبنا. بيتك يا منفع برضه ما بعتليش مجموعه. طب استنى عليها لما ابقى منتج. شوف مين واقف. اهلا وسهلا احمد بيه. اهلا. وصل يا حنفي وصل واحنا جاهزين. الساعة 8 بالظبط هيكون هنا. بس تعملوا معروف. عارفين أول ما الساعة تدق 12 ننسحب من السرايا. حفظنا. يلا يا جماعة شوف همة. ايه؟ يلا. اتفضل يا عاصم بيه، اتفضل اتفضل.
اتفضل يا بابا. اتفضل يا بابا اتفضل. سعيد بيه من الأعيان. دولة هانم حرم. وداد هانم أرملة داوود باشا سنجندار. أيوه أرملة داوود باشا سنجندار. دار. أيوه يا فندم العرق التركي اللي في العيلة. محمود بيه تاجر. أهلا وسهلا. عبد العليم بيه من أكبر تجار الشاي والقهوة. عبد المتجلي بيه شريكه في القهوة. قصده في الوكالة يا فندم. أيوه وكالة. أيوه يا فندم. الأستاذ حامد بيه أخوه لحد الساعة 12 يا فندم. قصده هنتشرف بسيادتك لحد الساعة 12. مش كده يا حامد بيه؟ مظبوط يا حنفي بيه. لال بيه هملايا. هملايا؟ ايوه يا فندم. العرق الهندي اللي في العيله. تشرفنا. جاهزين يا جماعه؟ ايوه. طب يلا معايا 1 2 3. اتفضلوا امال فين العروسه يا احمد؟ ايوه فين فريده يا حنفي دي؟ فريده ايوه زمانها جايه. اهي جت. الفستان زانق على وسط حيبة النفس. معلش استحملي شوية. فريدة يا بابا اهلا وسهلا بعروستنا الحلوة. اهلا بيك يا عمي. عندك نظر يا ولد؟ طالع لك يا بابا. امينه هانم ام العروسه. انشانتي. نعم يا بابايا. عاصم بيه بيقول تشرفنا. لا مؤاخذة يا عاصم بيه، اصل ماما سماحة تقيل حبتين. تحب ساعتك تشرب كاس؟ مفيش مانع. ده لازم ده. اتفضل يا سعادة البيه. اتفضلي يا عروسة. لا مش ده. في صحة وصولك بالسلامة يا عاصم بيه. في صحة العروسة الجميلة، في صحة العائلة العظيمة اللي اتشرفت بنسبها. مستني ايه يا ولد يا احمد؟ ما تاخد عروستك وترقص. ايوه خد عروستك وارقص. مدع قبل الساعة ما تيجي 12. ايه الحكاية؟ ما فيش حاجة يا سعادة البيه، ما فيش. ارقص يا احمد. تسمحي لي بالرقصة دي يا هانم؟ من عينيا يا اخويا. عن اذنك يا سحانة. يلا يا جماعة كله يرقص كله يرقص. هي هاني الولية اللي تنشك دي تعمل فرح البنت من ورايا الساعة. اهلا سمير يا هانم. عاجبك كده يا سحانة؟ طبعا عجبني. ايه اللي جابكم؟ امال يعني؟ اتفضلي يا سمير. استنى يا هانم. اتفضل. اتفضل يا حسن بيه. اتفضل. انا لازم اجيب لهم عليها فطيحة النهارده. على خيرة الله. اهو كده. اسمع. لا روق امال. تمد ايدك هتطلق لساني. يسألني ابو الحريس اقول له على الحقيقة. ايه رأيك صح؟ ايه اللي جابك هنا اللي تنشك في قلبك؟ عايزه تبوظ لنا الليله وابوظ نواضرك كمان. بص وقت صوتك. وابوظ نواضرك كمان. تجوزيها من غير شرطي ازاي؟ ليه؟ انت من بيت عيلتها؟ لو كنت اتجوزت ابوها كان زمانها بقت بنتي. وهو ما رضيش يتجوز. ما انت سحرتيله. مش وقته يا جماعة. سيبهم يتفشوا بعد شوية. ايه؟ جرى ايه بس يا جماعة في ايه؟ اهلا خالتي ثانية. اهلا بيكي يا ريحة الحبايب. شايفة اللي بتعمله امك فيا؟ هتتبلى عليا يا ولية. اختي انا عملت فيها حاجة. كام وانا اشهد معاك. ايوه انت. ما كانش العشاء. ما كانش النهارده. الله انتوا هتقلبوها غم ولا ايه بس؟ ايه بس اللي مزعلك يا خالتي ثانية؟ تعملوا الخطوبة من ورايا. ده انت بنتي وطول عمري بتمنى الليلة دي عشان اخدمك فيها. ازاي ما يعرفونيش؟ ازاي؟ معلش يا خالتي، معلش يا خالتي ثانية ما تزعليش، ده انت الخير والبركة. ما تزعليش يا اختي ان شاء الله ما نحرم منك. انت عند عزومة ده بيتك ومطرحك.
وانت عايز ايه بقى يا سي حسن؟ بنهنس فريده. بس ما عدا حريقه. ايه؟ طوعني لطفيك. الله، هو معقول ابوظ فرح بنت حتتي؟ غاية ان الواحد مزنوق في قرشين. كام؟ 50 آية. يا اخي بدك 50 عفريت. ده انت تطلع من هنا خالص. ودين النبي لا ساعة، قولوا لابو العريس انكم جماعة نصابين. يعملها ده متشرف. وبعدين بقى؟ وبعدين ايه قرشك ولا تهين نفسك؟ يا سلام. تاخد 5 جنيه. 5 جنيه ايه استقرار؟ تاخد 5 جنيه ولا خناق؟ بلاش. خد حرق نار في جدتك. استنى. 5 جنيه. ما تتهوى بقى، مستني ايه؟ خلاص خدت حاجتي من جارتي، مش كنت بتسترجيني علشان اجيبك هنا؟ بطل مضغوط. ايه يا جماعه؟ ايه المؤاخذه؟ كرتون. حضرته ايه بقى؟ يبقى ابن خالتي سونا. شرفنا يا سونا بيه. وحضرتها تبقى سنيه. خالة العروسة اختي يعني. انشانتي. ودخلتوا كده ليه؟ كان لازم تيجوا من اول الحفله. اصلهم كانوا مسافرين يا فندم. تمام يا بيه، يا دوبك جينا من السفر ورحنا على مخزن الملابس، غيرنا هدومنا وجينا. ايه؟ مخزن الملابس؟ قصدي يعني قصدي الاوتيل. الجدع الرجسان خدنا عليك على طول. مين يا فندم؟ مين يا فندم؟ اتفضلوا يا فندم، البوفيه جاهز. اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل يا فندم. الحمد لله. مع الاسف انا اتعشيت قبل ما اجي. ازاي يا بابا؟ احنا عاملين اكل مسلوق مفتوح عشانك. اسم الله يا انت رب. لسه فاكر؟ انت فاكر يا بابا؟ حد ينسى عادات ابوك؟ بارك الله فيك يا ابني. اتفضلوا انتم اتفضلوا. ما احنا كمان اتعشينا. ايوه احنا كمان اتعشينا. احنا بس كنا عاملين حساب سعادتك. ايوه عاملين حساب سعادتك كمان. ما فيش داعي بقى. اتفضلوا اتفضل يا بابا اتفضل. اهلا وسهلا. دي جبس يا مغطى، جبس. هو في اكل جبس؟ ايوه جبس. اتفضل. ايه ده يا احمد الجيل بتاعي دي؟ امشي بره. ايه يا احمد؟ اتفضل يا بابا. ايه الحكايه؟ صبرك يا بابا، دلوقتي هتشوف. بمناسبة وصول عاصم بيه من أوروبا هنسمعه حاجة شرقية اتحرم منها من زمان. المطرب المحبوب محمد طه. ممتازة، لون شعبي جميل جدا، اتحرمت منه من زمان. هو في اجمل من الحاجات الشعبيه دي؟ كلها جدعانه وصبوانه زي عمايل ابو زيد الهلالي كده. قصدك الزناد خليفه عليهم. طب يا سعاده البيه، انا راضي ذمتك، بذمتك مين الاجدع؟ ابو زيد الهلالي ولا الزناتي خليفه؟ ايوه يا سعاده البيه، انا راضي ذمتك، مين الاجدع؟ الزناتي خليفه ولا الزير؟ لا ده ولا ده، الزير سالم اجدع. ما تخلصونا بقى. انا مالي لو نزلت خليفه وزيد هلالي وزير سالم. الساعه داخله 13. ايه الحكايه؟ فهموني. لا مفيش حاجة يا سعادة بيه. لا ايه موضوع الساعه 12؟ ما تاخدش بالك يا بابا، ده كده يعني. وديكم داهيه، ما خدوش من هنا بطرف، ما خدوش من هنا بطرف دقيقه واحده، هقول لابو العريس على كل حاجه. ويهون عليك تبوظ ويهون عليك تبوظ الجوازه؟ تبوظ، مش هتبقى تقطع عيشي. حاضر هنمشي. خليك انت هنا وانا هطلع اسربهم واحد واحد. اتفضل. الله، وقفت ليه؟ ما تروح تسربهم بقى يا اخي. الله، هو بيبص لي من فوق لتحت كده ليه؟ ولا اقول لك هات لي ازازه الويسكي من الثلاجه. ويسكي؟ في ويسكي اتحط في الثلاجه يا حدق؟ ما انا مخبيها من حسن حريقه. حريقه؟ ارجوك كاس واحد بصحه العروسه بعد الدبل. نشربه ونخلص. طب هات لي بقى الازازه من الثلاجه على اليمين. على اليمين؟ ايوه. يلا هبعيب هجيب يلا.
الحاجات الشرقية دي أسهمها مرتفعة جدا في أوروبا. مثلا المنديل أبويا. مين؟ انا سمعت حد بيقول منديل بابويا. أيوة أنا يا سنية هانم. يلزمك منهم يا اخويا؟ يا ريت أقدر أخد معايا 50 60 منديل، ستات هناك هيفرحوا بيهم جدا. وانت يعني جيت في جمل؟ نجيب لك بدل ال50 500. اسم الكريم ايه بقى بالكامل؟ عاصم سيد أحمد. عاصم افندي سيد احمد، 60 منديل بقويا. هبقى ابعتهم لك مع احمد افندي ويودوهم لك مطرح ما تكون. متشكر قوي. الحق لبسها الدبله لحسن الراجل عاوز يطردنا من السرايا، والولايه الدلاله دي هتكشفنا. انا خايفه الحكايه تيجي للاخر وتبوظ. بقول ايه يا بابا، مش نعلن الخطوبه بقى ولا ايه؟ ايوه واجب، بس قبل ما تلبس عروستك الدبله احب اقول كلمه. هو ده وقته. ايها الساده، والليله دي من اسعد ليالي حياتي، لاني اطمنت على ابني وشفت بعيني العيله الكريمه المهذبه المحترمه اللي اختارها ابني عشان يناسبها. وقد قال الشاعر في ضروره اختيار النسب الصالح: ولقد قال الأقدمون قبل ما تناسب حاسب. والمثل بيقول اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. ولقد قال الشاعر أيضا: أنتم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطول راح. شكرا دخلك جوه الثلاجه يا جدع انت. يا نهار اسود، الراجل اتجمد. اصل طولك، قوم قوم. بيتسعر ويحط اللي حواليه. يا حفيظ يا رب. لا يا حنفي، لازم نقول له على كل حاجه بصراحه. استني عليا بس. تتصور يا عاصم بيه، مره كان بيتعشى عند واحد كبابجي ودقت الساعه 12. عارف عمل ايه؟ ايه؟ ساب اللحمه اللي قدامه وكل ودن الزبون. يا منجي يا رب يا منجي. دي الساعه بقت 12 الا دقيقه. ما عشان كده عايزين نمشي، خايف علينا. يلا يا احمد لبس خطيبتك الدبله يا ابني احسن الساعه بقت 12. حاضر يا بابا.
ارجع ايه بس ما تزقش الله تبوع كده ما تزقش ايه ده طب فاهم لا مش كده ما تزقش الله امشي قدامي ارجوك تسيبني ما يصحش كده يا حضرة الضابط يا ابراهيم حاضر يا فندم اقف معاه اصل الحكايه معاه انا عايز اقول لحضرتك تقف معاه يعني ما عشان تبقوا تسمعوا كلامي، لو كنا قلنا له على الحقيقه ما كانش حصل ده كله. ايه الحكايه يا ابو ام بيه؟ هو انا بهم؟ حد قادر يقول بهم؟ انا متبرجل، انا مش فاهم حاجه ابدا. مش عاوز دوشه. حاضر. ايه الاخبار يا حضرة الضابط؟ كله تمام يا فندم. قفشتهم كلهم؟ ايوه ما نفدش منهم ولا واحد. علي بيه وحياة راس سعادتك انا ماليش ذنب في الموضوع ده ابدا. انا هسجنك يا نصاب يا مزور. وايه اللي على راسك ده؟ انت عامل لي بلياتشو؟ التلاجة يا فندم التلاجة، الهي ما تسأل. عاصم بيه؟ علي بيه؟ اهلا الحمد لله على السلامة يا راجل. انت جيت مصر امتى؟ جيت النهارده ومسافر الليلة دي على الهند لكن مش باين سفر. هو حضرتك تعرفه؟ طبعا ده عاصم بيه صديقي من 20 سنة. غريبة، امال ايه اللي لمع النصابين دول؟ نصابين؟ انت معاهم يا عاصم بيه؟ دي عائلة فريدة خطيبة ابني احمد. تسمح يا حضرة الضابط تفهمني ايه الحكاية؟ الاستاذ علي وصل في طيارة الساعة 11 جه على البيت لقى زيطة وزنبليطة اتصل بينا في الاسم، جينا قبضنا عليكم. انا هتجنن يا اخواتي بقى الصرايا اللي انا فيها دي بتاعتي انا. ولد يا احمد؟ نعم يا بابا. انت مش قلت لا مؤاخذة يا بم اتأخرت عليك، اصل كان عندهم شغل في الاستوديو ويا دوب لسه مخلصين، فهمتوا بقى؟ انت هتعمل عمل عروس وانت بنت خالتها وانت ابن عمها، اوعوا تكسفوني. لا كفايه تعالى هنا يا جدع. هي العيلة فيها ظباط كمان، الله انت جاي من عند انهي ريجيسير يا اخ؟ خلاص بعضه. ايه ده؟ الحكاية جد، انا فاكره كومبارس. وهو كذلك، انا منتظر في الاسم لحد ما تيجوا ونخلص المحضر. برافو تمثيلية عظيمة يا بابا. احمد مالوش ذنب، انا اللي مسؤول عن كل اللي حصل. محدش له دعوه بالكلام ده، انا اللي رتبت المسائل دي كلها. انت؟ ايوه. سيبنا شيل الحكايه دي، انا رد سجون، مش هخسر حاجه لو خدت شهرين 3. لا يا حسن، لا يا عاصم بيه، انا اللي عملت كل حاجة، مستعد اتحمل المسؤولية. ما تصدقوش يا بيه، ده راجل ملوش دعوه بالكلام ده، انا توهم حتى اسال عليها في المحافظه. اسكت انت، انا اللي عملت كل حاجة. ومش خايف انك تتسجن؟ انا خايف من حاجة واحدة. ايه هي؟ انك تفرق بين الاتنين بيحبوا بعض. وتفتكر اني هجوز ابني لواحده غشاشه؟ أنا صحيح غشيت أحمد، لكن في حاجة واحدة عمري ما غشيته فيها. ايه؟ هي يا خرابي الحق يا اخويا بتعمل في نفسها حاجه. يا خرابي ايه ناس زيت تعلمهم العيش. يا اخويا العيش ابو زيد بتاعك ده وده وقته يا اخويا تلحقوني. أرجوك تسيبني. مش ممكن، احنا هنفضل مع بعض طول العمر. وأبوك؟ ابوه لازم يسافر حالا، بس قبل ما امشي احب اقول لكم الف مبروك. يا ابني انا لفيت الدنيا، الحب الحقيقي ما يفرقش ما بين الغني والفقير، كلنا ولاد ادم وحواء. يعني مش زعلان من اللي حصل؟ انا زعلان بس عشان عروستك بتكذب. لا والنبي أحلف لك إن دي أول مرة وآخر مرة وآخر كلمة في حياتي. طيب بقى انا ماشي. حنفي مع السلامة يا بم بيه. الله حفظتها. انتوا مستنيين ايه؟ مش سيادتك بقى تسافر؟